حلقة النهاردة هي الجزء السادس من السلسلة اللي بنستعرض فيها أفكار ونصايح من كتابنا المميز اسرق مثل فنان. أهلا وسهلا بيكم في قناة فات جرافيكس. I'm your host عز حجاج، ويلا بينا. شابتر 8 بعنوان خليك شخص لطيف عشان العالم صغير. أول بوينت في شابتر 8 اسمها اصنع أصدقاء وليس أعداء. القاعدة الذهبية اللي المفروض تبقى عارفها وتمشي بيها هي لو إنك اتكلمت عن شخص على الإنترنت، الشخص دوت هيعرف أحسن طريقة عشان تخلي أعدائك على الإنترنت يختفوا هو إنك تتجاهلهم، وأحسن طريقة عشان تعمل أصدقاء وحلفاء على الإنترنت هو إنك تمدحهم وتقول حاجات كويسة عنهم. الكلام دوت طبعا هيفيدك في بناء وجودك على منصات السوشيال ميديا كحد بروفيشنال ومميز ومعروف في المجال بتاعه، وهيساعدك كمان في بناء علاقات وكونكشنز مع الاشخاص والاصدقاء اللي انت بتعملهم، دول هيفيدوك برضو في المجال بتاعك. بوينت 2، اقف جنب الموهبة. الناس اللي انت بتحيط بيها نفسك مهمة جدا جدا جدا، لانك اخرك هتبقى في مستوى الناس اللي حواليك، ده سواء طبعا في الواقع او في المساحة الرقمية. في السوشيال ميديا والانترنت تابع افضل ناس تقدر تتابعها، ناس تبقى احسن منك، موهوبة اكتر منك، اذكى منك، تقدر تعمل شغل احسن منك وانت ما تقدرش تعمله. ركز على اللي هم بيقولوه وبيعملوه، لان في الاخر ده هيخليك موهوب اكتر، هيخليك اذكى واحسن، وفي الاخر هتبقى في ناس تانية هي اللي بتتابعك علشان يتعلموا منك ويستفادوا منك. دي ما هياش حاجة محرجة خالص، وعشان تقدر تحقق الموضوع ده هتحتاج 4 حاجات: الفضول curiosity، اللطف او الطيبة، المثابرة، واهم حاجة فيهم هم ال4 استعداد انك تبان غبي او جاهل. لان ببساطة اللي بيخاف يسأل او يتعلم علشان شايف ان الناس هتقول عليه غبي او جاهل مستحيل يقدر يحسن نفسه. الممثل والدايركتور هارولد راميس قال قبل كده جملة لطيفة جدا، قال دور على اكتر حد موهوب في المكان اللي انت فيه، ولو الحد ده ما هواش انت، اعرف هو مين وروح اقف جنبه، تعرف عليه، صاحب معاه، اتكلم معاه، وحاول تبقى مفيد. حد يسألني اعمل ايه لو انا اكتر شخص موهوب في المكان اللي انا فيه، إجابة بسيطة: شوف مكان تاني تقعد فيه. لو انت احسن شخص في الأوضة او المكان اللي انت فيه، كده لازم تعرف انك في مكان غلط، لان كده عمرك ما هتتعلم وعمرك ما هتحسن من نفسك. الناس بتتعلم عن طريق انها تشوف الناس التانية ويتعلموا من بعض، فعلى طول حاول تحوط نفسك بناس احسن منك وناس تقدر تتعلم منها. Point 2 of chapter 8: quit picking fight and go make something. في حياتك اليومية ده عندنا كلنا كبني ادمين هنشوف حاجات كتيرة غبية ومتعصب على السوشيال ميديا، وهتحس انك لازم تصحح الشخص اللي نشر الحاجة الغبية ديت ولازم تعدل عليه. أوستن كلين بيقول إن هو في مرة كان سهران وقاعد على السوشيال ميديا وزوجته زعقت له، قالت له بطل تدور على خناقات وقوم اعمل حاجة مفيدة، وهي لقطت معاه وقعت له. وبيقول إن كان معاه حق، بس الغضب هي واحدة من الموارد الإبداعية المهمة. في بعض الأوقات كان ممكن يلاقي نفسه همدان وكسلان ومش قادر يعمل أي حاجة، فكان بيخش يقعد على تويتر لغاية ما يتعصب، بس بدل ما يتخانق مع الناس ويبدأ يصحح لهم أخطائهم، بيستغل الطاقة اللي جات له ديت في إن هو يقوم ويبدأ الشغل بتاعه. بوينت 3 من شابتر 8: اكتب رسائل لقدوتك. أوستن كليون على طول لما كان صغير كان يكتب رسائل ويبعتها لقدواته في مجالات مختلفة بقى، كاتب بيحبه، فرقة موسيقية بيحبها، ممثل بيحبه، أيا يكن. وفي بعض حالات كان بيجيله رد من القدوة بتاعته ديت، واكيد دي كانت حاجة تبسط اي طفل ان هو يجيله رد على الرسالة بتاعته من قدوته. بس أوستن كلين بيقول ان هو خد باله من المشكلة في موضوع مراسلة قدوتك ده، وهو ان في حالات كتيرة الناس بتراسل قدوتها ومستنية ان هو قدوتك هترد عليك وهيديلك affirmation او approval على اللي انت بتعمله او عليك كشخص، وده غلط. احسن طريقة to get approval is to not need it. وبيقول ان انت لو فعلا بتحب شغل الشخص اللي انت واخده كقدوة ليك دوت، المفروض انك ما تستناش منه رد. وبرضو بدل ما تبعت رسالة برايفت، ممكن تعمل الرسالة لقدوتك ديت بابليك. انشر بوست على السوشيال ميديا بتتكلم فيه عن الشخص دوت وايه اللي بتحبه في شغله وايه اللي مميز فيه، اتكلم عن ليه عندك تقدير كبير للشخص ده. ممكن قدوتك طبعا يشوف البوست ده وممكن لا، وممكن يرد عليك وممكن لا. المهم في الموضوع ان وريت تقديرك ليهم وانت مش متوقع او حاطط امالك على ان هم يردوا عليك. بوينت نمبر 4: validation is for parking. المشكلة في الشغل الإبداعي إنه في بعض الأحيان عشان الناس تبدأ تلاحظ الستايل بتاعك والأرت بتاعك وتبدأ تقدره، بتبقى أنت حاجة من الاتنين: يا إما زهقت من الستايل ده خلاص ونقلت على ستايل جديد أصلا، يا إما بتبقى مت خلاص. أبسط حال على الموضوع دوت هو اللي حصل مع فينسنت فان جوخ.
ناس كتيرة ممكن ما يعجبهاش الشغل بتاعك وشايفين ان هو وحش او ان هو سهل وبسيط، ورغم كده هم مش عارفين كمية التعب والمجهود والشغل والتعليم اللي انت احتاجت تستثمره عشان تقدر توصل للشغل اللي انت طلعته ده. فاتعود وخليك مستريح في ان الناس ما يعجبهمش شغلك او يتجاهلوك او حتى يغلطوا فيك. بوينت نمبر 5: keep a brave file. الحياة عبارة عن بيزنس وحيد وحزين ومليء بالإحباط والرفض. فرغم اننا قلنا قبل كده في البوينتس اللي فاتت انك المفروض ما تستناش الفاليديشن والافرميشن من حد، او اللي هو يعني ما تستناش حد يثني عليك ويشكر فيك، ولكن برضو الثناء او لما حد يقول حاجة حلوة على شغلك بيبقى بوست ودافع قوي جدا وحلو جدا. أوستن كلين بيقول إن في بعض الأحيان ممكن حاجة من شغله تطلع فايرل لمدة أسبوع أو أسبوعين، بيلاقي نفسه غرقان في رسائل من الثناء على شغله وتويتس كتيرة بتشكر فيه وهكذا. بيقول إن هو إحساس حلو جدا أكيد، بس برضه على طول بيبقى عارف إن الإحساس دوت كلها شوية وهيروح، لأن أكيد مع الوقت الناس هتبدأ تنسى وهتبطل تثني على الشغل اللي هو عمله ده. وبرضه بيبقى عارف إن في أيام جاية كتير الواحد بيحس فيها إن هو اتخنق وتعب وزهق من الشغل بتاعه ده. عشان كده أوستن كلين بيجمع أكتر رسائل عجبته أو إيميلات فرحته في مكان واحد أو فايل واحد، علشان في الأيام الصعبة ديت والأيام الكئيبة ديت يطلعهم ويقراهم ويفتكر حب الناس لشغله وتقديرهم ليه، وده بيديله دفعة أو بوست إن هو يكمل في المجال بتاعه ويفضل يتعب أكتر ويعدي الأيام الصعبة دي. بس بيحذر من استخدام الناس للفايل ده كتير، وإنك تضيع بقى في الماضي العظيم بتاعك ويجيلك غرور العظمة. ده كان 8 شابتر من كتاب اصرخ مثل فنان. لو استفدت من الفيديو عايز تدعمني اعمل لايك and subscribe. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.